صباح الخير، صباح العسل على اجمل متابعين. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا رايحه جايه في الشقه ليل ونهار بازازه الميه اللي انتوا شايفينها دي. كل شويه اشرب في ميه لحد لما اجي انام بالليل. خلاص بقى حاسه ان كرشي هيفرقع يا جماعه من كتر شرب الميه. بس لا والله العظيم بجد يعني ايه. عايزه اقول لكم ان انا كنت في غفله ان كتر شرب الميه ده حاجه حلوه قوي. حبايب قلبي بقى بصوا انا ايه، قلت اشغل الغسالة. ملايات بقى السرير على غيارين كده من بتوع شريف وايه. وقلت اغسلهم عقبال ما اخلص الاوضه بتاعتي. هعمل لكم النهارده روتين في الاوضه بتاعتي، روتين صغير كده يا رب يعجبكم. حبايب قلبي بقى اللي اول مره يشوفوني واول مره يشرفوني، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد، وحطوا لايك للفيديو ده. وعايزه بقى كده ايه يعني دعوه حلوه من قلبكم. يلا هنا انا ايه كنت خلصت بقى شويه يعني بص هو ما كانش عندي غسيل كتير، بس يعني شلت ملايه السرير على كام كيس مخده على مش عارفه ايه وايه، عشان ما بحبش زي ما انتوا عارفين اكوم الغسيل عليا. المهم هنا ايه قلت بقى اعمل لكم روتين هنا في الاوضه ديت. عايزه اقول لكم ان اسهل اوضه في الشقه كلها. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم عشان صغيره. يعني دي اصغر اوضه عندي واسهل اوضه عندي يا جماعه، بتخلص في ثانية. في أي حاجة بقى بعملها، إذا كانت تنفيض إذا كانت أي حاجة، سهلة جدا. وعايزة أقول لكم بقى الموكيت ده، الموكيت اللي انتوا شايفينه في الأرض ده، بحطه في الغسالة. يعني أنا الموكيت ده أنا ما بغسلوش على إيديا في الحمام بالفرشة كده، لأ. يعني ده أنا بحطه في الغسالة ليه؟ لأن ده خفيف. ده اللي أنا يعني إيه، الموكيتة ديت هي واللي ناحية الدولاب وبتاعة المطبخ. عايزة اقول لكم ان التلاتة بصوا هي خفيفة اصلا، هي مش تقيلة. فبقى ايه يعني ما بشيلش همها. يعني لو كنت مثلا هغسل سجاد، اغسل السجاد اللي هو الكبير، او مثلا هوديه المغسله ماشي، لكن دول بصراحه بغسلهم في الغساله بيطلعوا يا جماعه زي الفل. بعمل لهم بقى دوره كامله كده. وساعات لو متوسخين شويه عشان فيهم اصفر، بشغل عليهم الغساله مرتين مع شويه كلوروكس، الدنيا بتبقى زي الفل. بس المهم انا هنا شلت الموكيتات، عملتها بالمكنسة ونفضتها كده زي ما شفتوا، وركنتها على جنب. وقلت اكنس برضك ايه بالمقشات. قوليلي طب ما شغلتيش ليه المكنسة احسن واسهل؟ هقول لكم ساعات كده بيبقى ليا مزاج بصراحة ان انا اكنس بيها. اصلا انا ايه، مخي مريحني شوية، يعني صاحبة مزاج من الاخر. يعني تلاقيني شوية كده شوية كده. يعني الواحد حسب، يعني لو مثلا مش قادرة ان انا اعمل مثلا بالمقشة بكنس بالمكنسة لو كده يعني. المهم بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بكنس وبشفط شوية التراب اللي انا بجمعهم بالمكنسة. هنا بقى كنت ايه محتاسة بالمقشة راحة جاية. فقلت بقى اعمل السجادة. طبعا السجادة مش هينفع ان انا اكنسها. بصوا يا جماعة حطيت فيشة في لمبة كده كانت مركونة عندي، دي اللي انا بستخدمها بصراحة في المطبخ. قلت ازود الاضاءة في الأوضة ديت، لان اللمبه اللي فيها صغيره. ودايما شريف بصراحه ربنا كان دايما يقول لي ازود لك الاضاءه في الاوضه دي، اقول له لا هي كده حلوه. وطلعت انا اللي خايبه وانا اللي عبيطه، هو اللي كلامه صح. هو يقول لي الاضاءه واطيه، الاوضه دي بحسها كده مش نورها مش حلو، وانا اقول له لا يا اخويا على ايه، مش محتاجه، اصل الاوضه صغيره. وتلف الايام يا جماعه وتلف الايام، واحتاج ان انا الاضاءه تبقى عاليه في الاوضه دي وما الاقيش. وطبعا هو النهارده طول النهار بره، وانا محتاجه ان انا ايه اعمل الاوضه انضفها. فرجعت شغلت دماغي قلت طب ما انا ازود الاضاءه بالفيشه اللي هي اللي عندي دي، حطيتها كده على الكومودينو. قلت ازود بيها لحد لما يجيب الكهربائي يبقى يعملها لي، يا اما هو يعملها لي. فلاني برضك كان عندي المشكله دي في اوضه روان. بس هو بصراحه معرفش يعملها، يعني كان محتاج ان هو يطلع وصله كده ويعمل لي لمبه، بس هو معرفش. خاف من الكهرباء لان هو ما عملهاش قبل كده، يعني هو بيعمل حاجات بسيطه. راح ساعتها بقى جاب الكهربائي زود الاضاءه في اوضه روان. عايزه اقول لكم بقت عامله زي النهار وبقت حلوه قوي. ناقص بقى الاوضه ديت. يعني انا لو كنت سمعت كلامه من فتره ما كانش حصل اللي حصل. هو ساعات بيبقى ليه وجهة نظر كده بتبقى ايه احسن مني، بس انا اللي بقعد اوح معاه مش عارفه ليه، هو طولة لسان وخلاص. المهم يا حبايب قلبي ايمان من جوه، هنا كان عندي الباب الخشب ده. عايزه اقول لكم كان بصوا لما اتدهن جديد كان شكله جميل كده وكان منور. وانتوا عارفين اصلا ان انا بحب اللون الابيض قوي. المهم ايه، المهم ان انا عايزه اقول لكم انا بمنتج لكم الفيديو ده في الاوضه اللي هي بره. الاوضه دي وش قوي يا جماعه وصوت الشارع سامحوني بقى،
ما انا هعمل ايه طيب؟ فالراجل نايم جوه وانا يعني هسجل فين؟ المهم عايزه اقول لكم ان كان شكله جميل كده ومنور وعامل زي الورده البيضه. بس بقى ايه عيب الابيض ان هو لما بيقعد فتره بيصفر. فطبعا مش معقول كل ما يصفر هندهنه تاني، فريحت دماغي هنا كنت بلمعه بالملمع بتاع الخشب وكده، وقلت المع معاه الكومودينو دوت وخلاص. عايزه اقول لكم بقى ايه، عايزه اقول لكم ان انا هنا لما باجي المع الدولاب، المفروض اصلا ان انا ببقى حاطه السلم، بس السلم ما بعرفش ان انا ادخله هنا في الاوضه. بصراحه شريف هو اللي يعني بيعمله هنا في الطرقه دي، مش انا ما بعرفش اعدي بيه لانه تقيل ومش عارفه كده، هو رخم بصراحه يعني، غير السلم اللي هو الحديد. فقلت انا يعني على قد ما ايدي هطول وخلاص. ما انا هعمل ايه، ما هو مش موجود. وطبعا هو لو شافني بعمل دلوقتي ال الدولاب من غير السلم، بصوا بيفرح فيا، يلا يا قزعه يلا يا قصيره. المهم عايزه اقول لكم ان المساحه اللي هي بتاعت الازاز دي يا جماعه دي مشروع فاشل. انا بقى يعني من الحاجات اللي انا جبتها كنت مقتنعه بيها، بس لما استخدمتها ملهاش اي لازمه. بصوا يعني ايه، لازم اجي اعمل بيها افضل ايه زي ما انتوا شايفين كده، اعمل حته حته. والله العظيم ما في يا جماعه احسن من الجرانين. مالها الجرانين؟ اشتكت من ايه الجرانين؟ اتربنا عليها وحشه. كنت امسك اجدعها ورقه المع بيها الازاز يخليه يشف ويرف. بس فين الجرانين دلوقتي؟ ما بقاش في جرانين اصلا. المهم انا قلت المع بيها وخلاص، وهي اصلا ايه يعني، عايزه اقول لكم ان انا بلمع وبيوسخ في نفس الوقت. ما انا مش عارفه. حاولت اقلد يا جماعه الراجل اللي بيجي كده على اليوتيوب وعلى على اللي احنا بنشوفهم دول، ما عرفتش. بصوا يعني اطلع بالبتاعه بالمساحه كده فوق، ابص الاقيه ايه يبقع. طب هو بيعملها ازاي؟ مش عارفه. المهم لخبطت الدنيا وخلاص، وقلت اي حاجه. هنا كنت كنست زي ما انتوا شفتوا، وقلت المع بالشرشوبة. وهنا برضك كنت كنست الحتة دي بالمكنسة، وقلت برضك ايه المعها كده وخلاص اديها تلميعة. يعني مرضتش بقى اجيب الجردل واجيب والحاجات اللي انا بحطها في المية والكلام ده، قلت هي مش مستاهلة انا اديها كده تلميعة وخلاص. وكنت طبعا مشغلة اول ما ابتديت المسح المروحة، قلت عشان ايه تنشف الارض بسرعة. المفروض بصراحة يعني كده كنت عملت المروحة لان عليها كمية تراب، بس من ساعة ما خبطت في ايدي وانا بخاف منها. يعني كنت في مرة كده واقفة على السرير، بصوا انا ايه ساعات ببقى مش مركزة في حاجة وببقى مش واخدة بالي، فواقفة بقيس حاجة يعني بقيس جلابية كده. فايه انا المفروض واقفة المفروض بقف في الارض عشان اقيسها، لا طلعت على السرير قلت عشان اشوف إيه الطول بتاع الجلابية، عايزة اتنيها يعني اوديها للخياطة. فقال يعني انا اللي هحدد لنفسي انا يعني هقص قد ايه. المهم برفع ايدي كده لفوق، راحت ايدي خبطت في الريشه، وكانت المروحه شغاله الحمد لله والفضل لله. ربنا سترها معايا. بس عايزه اقول لكم من ساعتها وانا بخاف منها قوي، ما بقرب لهاش وما بجيش جنبها. لو محتاجه ان هي تتنضف، يا اما بعملها بالزعافه، يا بخلي الشريف هو اللي بيعملها، انا بقرب لهاش. المهم انا هنا كنت شلت بقى مرايه السرير، قلت احطها في الغساله وافرش واحده نظيفه. دي بقى ايه، عايزه اقول لكم الملايه دي بالظبط بالظبط بتقعد على السرير. يعني خلاص انا حطيتها النهارده اهو، ممكن يومين لانها بيضه بتتوسخ بسرعه. عيب الابيض يا جماعه ان هو بيتوسخ بسرعه. انا بيني وبينكم انا بقعد ملايه السرير 3 ايام، يعني تالت يوم بشيلها بغيرها. بس دي بتقعد يومين لان دي بيضه. بيفرقعوا صواريخ عندنا فرح في الشارع. عقبال يا رب ولادكم وعقبال حبايبكم وعقبال كده ايه كل اللي نفسه يفرح، ربنا يا رب يفرحه بحق جاه النبي يا رب. هنا خلصت خلاص، وعايزه اقول لكم نسيت اعطر الاوضه وافتكرتها بعد ما ايه بعد ما خلصت خالص ونشرت كمان الغسيل. رحت بقى دخلت معطراها وقافله باب الاوضه عشان تبقى ريحتها كده حلوه وتقعد شويه كده ايه الريحه تركز فيها. حبايب قلبي من جوه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير، هتوحشوني قوي قوي لحد الفيديو اللي جاي. مع الف سلامه، سلام عليكم.